بعد الطريقه دي ما عدتيش هتشتريها من بره تاني. دي احلى سندوتشات كبده هتعمليها في البيت. بصوا بقى المكونات بتاعتها سهله جدا، ده غير ان هي طبعا مضمونه، انت اللي عاملاها بنفسك، مش بتاخد ربع ساعه سوا. تعالوا بقى اقول لكم الطريقه. جبت النص كيلو كبده بتاعتي، حطيت عليه معلقتين خل، بعد كده بدات احط البهارات بتاعتي، كمون، كزبره والتوابل 7 بهارات وشويه فلفل اسود، وبدات اقلبهم كده شويه، وحطيت نص معلقه ملح، ركنتهم على جنب شويه. وبعد كده بقى جبت الطاسه بتاعتي، حطيت فيها زيت وسبته يسخن، بعد كده نزلت بالكبده عشان تاخد الصدمه، وبدات اشوح فيها كده زي ما انتوا شايفين. انتي اول ما بتنزليها في الزيت بيبدا لونها يتغير زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كنت عامله 4 فصوص توم، هرساهم كويس، نزلتهم على الكبده كده وبدات اقلب فيها برضو، ومقطعه بقى فلفل حامي وفلفل عادي، انتي حابه تضيفي فلفل تمام، مش حابه تضيفي براحتك، بس الفلفل بيديها طعم احلى بكتير. وبدات اقلبها. هنا كانت نزلت الميه بتاعتها، بعد ربع ساعه بالظبط بتلاقيها استوت وبقت تحفه. بدات بقى اجيب العيش الفينو بتاعي وعملت، يعني دول نص كيلو عملوا اكتر من 10 سندوتشات، وبالهنا والشفا. جربوها وقولوا رايكم.